يلا حسة الله من يقصوا الفاتحة. الله الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هاي الذكريات مالت هاي استاذ طبعا زيارة الشاعر الكبير عريان سيد خلف إلى متحف الشاعر المرحوم كاظم إسماعيل قاطع بتواجد يعني العشيرتين. نعم، ويعني نرحب بالسادة الشيوخ جميعا. المصور السلام عليكم استاذ عريان. السلام ورحمة الله. نلاحظ صورتك بمعرض الشاعر الكبير كاظم اسماعيل القاطع. هذه صورة واحدة ولكن صورنا متعددة. نعم. وحتى في العمل. نعم. يعني دعنا من الشر. في العمل كنت أمتلك معمل. نعم. مال بلاستيك في بوب الشام وإجا. نعم. وإجا وسوينا له معمل أنا والأخ أبو علي عبد الرضا الفريجي. نعم. وصارت مساجلات جميلة بيناتنا بالشعر، وكنا دائما بعضنا يقدح بعضا، ولكن للنكات وللضحك دق الفريجي وياي دقت ندالة مو؟ استاذ عريان الشاعر الكبير، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بشعر هو قديم. نعم. لكن تم نشره في الايام السابقه وتم الصلح والتوضيح لعائله المرحوم. المغرضون كثار. نعم. وبلاغة هذا العملاق وعلوة الشعري وموقعي الآن على الساحة الشعرية. نعم. يغيظ الكثير. نعم. من الناس عديمي الموهبة، عديمي الشاعرية، لذلك ليس لهم فعل وليس لهم عطاء غير عطائهم في النميمة وفي النفاق وفي الإساءة للآخرين، ويحاولون أن يثيروا هذا مع هذا لكي يكون لهم مكان أو تذكر أسماءهم، وحتى في الباطل. رثيت كاظم اسماعيل قاطع. نعم. ايه يا كاظم وحقك والوزل وازاك ودموعك والدمعة العزيزة كنت واها الصوت. هذا الموت. هذا الموت. إيه. شكرا جزيلا. شكرا لكم والرحمة لعزيزي وفقيدي الشاعر الكبير كاظم اسماعيل قاطع. شكرا لك استاذ.